السلام عليكم. هذا حوار قصير على شكل سؤالات موجهة لدكتور التغذية. قلت أن العالم لا يكون كذلك إلا إذا جمع بين علوم الشريعة والعلوم الدنيوية، وإن كان تخصصه علوم الشريعة وحدها فهو ليس بشيء عندك. طيب، من كان تخصصه علم دنيوي دون علوم الشريعة ماذا يسمى عندك؟ إن كان هذا وصفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعدري جواد صخاب بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، فنحن نتفق معك بدليل الحديث. وإن كان يوصف عندك بالعالم فما دليلك من الكتاب والسنة على هذا القيد؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، إن كان يوصف عندك بالعالم فقط الذي جمع بين العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية، بمعنى أن الذي اكتفى بالعلوم الدنيوية ليس عندك بعالم، وكذلك من اكتفى بالعلوم الشرعية ليس عندك بعالم، فأنت من تكون؟ إن قلت عن نفسك عالما باعتبار القيد الذي ذكرته في وصف العالم، متى تخصصت في علوم الشريعة؟ ومن هم مشايخك؟ وما هي بحوثك العلمية في علوم الشريعة؟ وماذا قدمت لعلوم الشريعة؟ وإن كنت لا تعد نفسك عالما باعتبار تخصصك في علم دنيوي دون الشريعة، فلماذا تقيم من تخصص في علوم الشريعة وأنت غير متخصص فيها؟ هذه سؤالات أرجو أن يجيب عنها هو ومحبيه دون لف ودوران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.